الاسم جابر عبد الغفار علي. السن 30 سنة. الجنسية مصري. جاي هم مشان شو عشان اشتغل. شو بتحب تشتغل؟ جاسوس. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من الهبد والقلش الفخم. معاكم دكتور فويس محمد عادل، ودي حلقه جديده من برنامجنا اللي بنجيبه من كوكب زحل. طبعا المشهد اللي عملته في الاول ده من اشهر المشاهد في تاريخ افلام الجاسوسيه المصريه على مر العصور، وهو من فيلم بئر الخيانه اللي قام فيه الفنان نور الشريف بدور الجاسوس جابر عبد الغفار علي، وكان فيه النجم عزت العلايلي والفنان عبد العزيز بخيون. طيب، ايه قصه جابر؟ مين جابر؟ وهل هو فعلا اسمه جابر ولا لا؟ ويا ترى الجمله اللي اتقالت في اخر الفيلم اللي تعتبر من اشهر الجمل في تاريخ افلام الجاسوسيه كلها، عاش خاين ومات كافر، حقيقيه ولا لا؟ يلا بينا. في يوم 1 اكتوبر سنه 1937، وفي منزل الحاج عبد المعطي شهبندر تجار حي الاباري باسكندريه، اتولد له ابن بعد صبر طويل قوي وشوقه. والواد ده اتولد في شهر رجب، عشان كده الحاج عبد المعطي قال لك بركه، انا هسميه على اسم الشهر الكريم ده، رجب. رجب عبد المعطي. وبعد ما خلف رجب، خد مراته الحاجه ام رجب وطلعوا على السعوديه وعملوا عمره عشان يتباركوا ويدعوا ان ربنا يجعل رجب ده ذريه صالحه بعد ما جاله بعد صبر وشقه طويله قوي، وان يجعله نبت صالح، وانه يجعله احسن واحد في الدنيا. بس للاسف يا حاج عبد المعطي اللي هيعمله رجب بعد كده ملوش علاقه باللي انت قلته ده خالص. رجب هو الابن الوحيد اللي جه لراجل ومراته بعد شقه وبعد صبر طويل، وابوه كان راجل غني. وده فرشه حلوه للي انا هقوله لكم دلوقتي. الابن الوحيد يا اولاد لما بيجي بعد شقه بيبقى هو يعني لا مؤاخذه مفيش غيره اللي على الحجر، بيطلع كل رغباته مجابه. فرجب كانت كل رغباته مجابه، كان هو بقى اللي على الحجر مفيش غيره، كل طلباته تمام، الفلوس، الدنيا حلوه، كل اللي هو عايزه بياخده من غير اي مشكله. وده خلاه يطلع ما عندوش اي احساس بالمسؤوليه ولا عنده اي اهتمام باي حاجه خالص الا بنفسه. لا كان مهتم بتعليم، ولا كان مهتم انه ازاي يجيب القرش، او القرش ده جاي ازاي، او ابوه بيعمل ايه عشان يوفر له كل اللي هو عايزه. حتى لما وصل رجب لمرحله الثانويه العامه حاول فيها مره واثنين وثلاثه وبرضه ما خدهاش. وهنا الحاج عبد المعطي فهم انه رب رجب غلط، وان كون ان هو كان بيجيب له كل حاجه ده خلاه عيل طري وما عندوش اي احساس بالمسؤوليه خالص. المشكله بقى كمان اللي كان عند رجب ايه؟ ان هو كان حاسس نفسه ان هو ذكي جدا وعبقري اذكى من كل اللي حواليه، وان التعليم ده ملوش اي لازمه اصلا. بلا تعليم يا راجل بلا زفت، انا ممكن اعمل اللي انا عايزه وابقى رجل اعمال كبير وابقى تاجر كبير واكبر كمان من ابويا من غير لا تعليم ولا شهاده ولا اي حاجه خالص. وهنا دي كانت اول مشكله عند رجب، ان هو كان عايز يبقى حاجه كبيره خالص من لا شيء. وهنا حاول انه يخلي ابوه الحاج عبد المعطي ويتحايل عليه ان هو يديله قرشين ويفتح مكتب للتوكيلات والاعمال البحريه في اسكندريه. وده كان الحلم بتاعه من ساعه ما فشل في اخذ الثانويه العامه. ولكن ابوه من اللي شافه منه ومن اللي حس بتربيته ان هو اصلا ما عندوش اي احساس خالص بالمسؤوليه، وزي ما قلت لكم عيل تايه كده وطري، قال لك لا انا هديه فلوس اضيعها، ما فيش فلوس. المهم من هنا لهنا ضغط من هنا، ورجب يتضايق ويزعل ويغضب. ابوه قال له ما فيش فلوس يعني ما فيش فلوس. من هنا رجب قال لك بس انا هراضيك يا عم عبد المعطي، وراح اشتغل في مينا اسكندريه كاتب لمده 3 سنين. صحيح في المده دي كون شبكه علاقات كويسه واحتك بالسوق وعرف المينا كويس رايحه فين وجايه منين. وبعد ال3 سنين دول رجع تاني يفكر في الحلم اللي كان عايزه، ان هو يفتح مكتب خدمات بحريه كبير وتوكيلات في اسكندريه. فرجع تاني لابوه الحاج عبد المعطي وقال له يابا الحاج، انا رضيتك اهو وبقى عندي خبره في السوق وزي الفل، هات بقى قرشين افتح بيهم المكتب واوصل وابقى حاجه تانيه. المهم بعد ضغط من هنا برضه وضغط من هنا ورجب ساب البيت ومشي، الحاج عبد المعطي قال له تمام انا هديك الفلوس ويلا اشتغل. المهم ان رجب خد الفلوس من ابوه وبدا يشتغل وفتح المكتب فعلا. رجب هنا كان في مرحله سباق مع 3 نواحي. اولا في مرحله سباق مع نفسه عشان يثبت وجهه نظره انها صح وان الشهاده ملاش اي لازمه، وان هو ذكائه عالي عن اي حد حواليه ويقدر يوصله ان هو يبقى رجل اعمال كبير. تاني حاجه كان في سباق مع ابوه، ان عايز يثبت له نظريته ان هو صح وان هو اصلا مش فاشل، وان التجربه اللي خاضها ال3 سنين دي كفيله قوي مع الفرصه اللي هتجيله بشويه الفلوس اللي هياخدها انه يبقى رجل اعمال كبير ويوصل. وتالت حاجه مع الناس التجار الكبار اللي كانوا اصلا موجودين في السوق بقالهم سنين، واللي كل حلم رجب ان هو كان يبقى اغنى منهم ويعديهم كلهم. وكل ده ناتج زي ما قلت لكم منين؟ ان هو فاكر ان هو اذكى من الناس كلها، وان ذكائه وعبقريته دي الوحيده اللي ممكن توصله لكل اللي هو عايزه. المهم يا سيدي رجب دخل في السوق وفتح صدره قوي قوي قوي. وفي قاعده اتعلمناها
من فيلم سلام يا صاحبي بتقول لك إيه، لمّا تيجي تفتح صدرك للسوق افتكر اللي حصل لمين، لمرزوق. رجب المشاريع بتاعته بدأت تفشل واحد ورا التاني ويخسر فلوس شوية بشوية، وكل ده وعمك عبد المعطي واقف بيتفرج ومتحسّر وجايب آخره على الآخر. ومن حظ رجب الوحش الفترة دي حصلت نكسة سنة 67 وحالة التجارة يا أبويا بقت زي الزفت، ما كانش في لا حاجة رايحة ولا جاية، وأغلب الشركات بقت بتوقف نشاطها التجاري خصوصًا اللي جاي من برّه مصر عشان خاطر الظروف اللي كانت بتحصل في البلد، وفي نفس الوقت تحس إن الشركات كلّها بدأت يا تخف أعمالها يا إما تعلن إفلاسها. في الوقت ده رجب ما همّوش، فتح صدره على الآخر ودخل وقال لك أنا هاقف في وش التيار، أنا هانجح يعني هانجح، وهاعمل مشاريع، وهازوّد الراس مال، وهاتداين، وهاعمل وهاسوي، وفضل يفتح صدره يا سيدي لحد ما أعلن إفلاسه وقفل المكتب، ولقى نفسه من صاحب شركة خدمات بحرية وحلم كبير إنه يبقى راجل واحد من أكبر تجار ومن أكبر رجال الأعمال في إسكندرية، وإن هو يثبت نظريته لأبوه ولكل اللي حواليه، لقى نفسه بيهرب ولامم حاجته وسايب أبوه هربان في ديونه في إسكندرية واخد مركب وطالع بيها على اليونان. ركب لما وصل اليونان وصل لمينا بتاعت مدينة صغيرة اسمها مدينة بيريه، وقعد في فندق صغير كده اسمه بروتا جوراس، وهناك قابل واحد من البحارة عشة قديمة بتوع اسكندرية، بحار يوناني كان اسمه زاكوس. قال له زاكوس حبيبي أنا ركب حبيبك من أيام اسكندرية، عايزين نعمل مشروع نعمل مصلحة نطلع بقرشين والدنيا تمشي. طبعا زاكوس قال له إيه وماله خبيبي خبيبي يا راجل نعمله مصلحة. المهم عملوا مصلحة ورجب راح جاي ناصب على زاكوس في 500 دراخمة وضربه على قفاه وخلع. قال لك إيه أنا هروح دلوقتي بقى أثينا على عاصمة كبيرة واسعة الفرص فيها كتير والناس فيها كتير والدنيا هتبقى حلوة. ده بعد ايه بعد ما نصب على زاكوس. المهم يا سيدي وصل على اثينا وقعد هناك في فندق صغير اسمه فندق سفيروس، قعد فيه حوالي شهر بيدور على شغل مفيش خالص، ولسه الحلم بتاعه في دماغه ان هو برضه عايز يعمل حاجة وعايز يبقى حاجة كبيرة ورجل اعمال. المهم الايام بدأت تاكل في بعضها ورجب معهوش اي حاجة تقريبا غير اللي ياكل يشرب ينام في قلب الفندق ومعهوش اي حاجة خالص. المهم نزل هو بيتسكع كده وبيتسنكح في الشوارع بتاعت اثينا، قابل واحد شاب مصري كده جميل من سوهاج صعيدي. اه واد عمي مساء الفل عامل ايه الحمد لله على السلامه عايز اي حاجه حبيبي من اليونان. قال له انا اسمي رجب من اسكندريه. المهم قعدوا يتكلموا مع بعض شويه والراجل المصري الاصيل ده قال له يا باشا انا هنا شغال في مصنع للعصير في قسم التغليف، ما تيجي تشتغل معايا وربنا يرزق. فرجب بص لنفسه كده ما انا جاي من اسكندريه وهربان من الديون وناصب على زاكوس وجاي هنا عشان اعمل اسم واعمل مكتب وابقى رجل اعمال وفي الاخر اقف اعلب كوكتيل. لا طب ما كنت جبت يا ابني علبتين فيتراك واخد بالك وبعتهم هناك ولا بيست وبعتهم هناك في المينا. المهم سمع الكلام بتاعه كده باستهتار واخد بالك وقال له طيب يعني ايه ربنا يسهل. فالراجل لما شافه كده وشاف الدنيا معاه ما فيهاش رجا قال له طب بص بقى من ملخص اللي انت قلته وحكايتك ووضعك ده ركز لان انت هنا ممكن تبقى فريسه سهله خالص لمين للموساد الاسرائيلي. ايه اللي كان بيحصل يا اولاد؟ اللي كان بيحصل ان الدول اللي حوالين مصر قريبه زي ما شفنا في الافلام والمسلسلات الجاسوسيه زي مثلا قبرص او اليونان، الشباب المصري ساعتها لما كانش بيلاقي فرص عمل في الوقت ده كان بيروح وبيحاول يدور على شغل هناك، والاغلب ما كانش بيلاقي يا كان بيفضل ويشتغل اي حاجه يا اما كان بيرجع. وهنا الموساد الاسرائيلي كان عينه على الشباب دي انه ساعتها كان بيقدر يحط عليهم وبيبقوا فريسه سهله خالص له انه يقدر يصطادهم ويحولهم لجواسيس. المهم ان رجب سمع ايه الكلمتين دول من الراجل وقال لك ايه سيبني دلوقتي انا مش هفكر في الكلام ده كله، هو كل همه دلوقتي ان هو ينجح ويبقى رجل اعمال ويرجع بالحلم بتاعه اللي ساب اسكندريه وهرب منه عشانه، وان هو يثبت لابوه ان هو مش فاشل. وفي نفس الوقت الحته اللي قلتها لكم في الاول ان رجب كان شايف نفسه ان هو عقليه جباره وذكي جدا ومش اي فرصه عمل تناسبه، يعني مش هيلف يلف ويجي لحد اثينا وفي الاخر يشتغل فين في التعليم بتاع العصير. رجب بعد ما قابل الشاب الصعيدي واتكلم معاه رجع للفندق والحال زي ما هو بالظبط، مفيش فلوس مفيش اي حاجه الفلوس بتخلص الدنيا جايبه اخرها ومش عارف هيعمل ايه. طب يرجع مصر طب يفضل طب يعمل ايه مش عارف. عموما حته رجوع مصر دي تقريبا كانت متشاله من دماغه خالص لو هو لسه مصمم ان في فرصه هتجيله هيثبت فيها كفاءته وعبقريته اللي احنا بنتكلم عليها من اول حلقه. المهم يا سيدي قعد بينه وبين نفسه وقال لك لا انا مش هيأس انا مش هستسلم. طيب يا رجب حلو هتعمل ايه؟ قال لك انا هكتب جواب. زي ما قلت لكم ان رجب بعد الدنيا ما ضاقت عليه خالص راح قال لك ايه انا هكتب جواب. راح جايب ورقه وقلم وكتب الاتي الى السيد المبجل سفير دوله اسرائيل في اسيا، انا موظف مصري ضاقت بيا الدنيا في اسكندريه وفي اليونان وظلمتني، واخبرني البعض انكم تمدون يد العون والمساعده لكل من يحتاج اليكم، وانتم الملجا الاخير بالنسبه لي، فارجو ان انال عطفكم واهتمامكم. امضاء رجب عبد المعطي بتاريخ 27/12/1967.
بعد الجواب الجميل اللي كتبه رجب مفيش 3 ايام الا مندوب السفاره الاسرائيليه جاله لحد الفندق. خده حطه في عربيه وراحوا مع بعض على فين؟ على السفاره. اول ما وصل قالوا له كده بالنص: انت خطابك وصل لنا يا سيد رجب، طلباتك ايه بالظبط؟ قال لهم: والله انا عايز اشتغل معاكم في اثينا. قال له: طب اركن لنا معلش هنا شويه. ركنوا 3 ساعات، خدوا منه الباسبور وجابوا له رزمه ورق، قالوا له: يا حبيبي اكتب لنا تاريخ حياتك من ساعه ما اتولدت، كل المعلومات لحد ما جيت قعدت هنا قدامنا في السفاره. كتب كل حاجه عن نفسه وعن ابوه وعن قرايبه وعن اصحابه وبيشتغلوا ايه، وكتب ان هو كان شغال في مينا اسكندريه لمده 3 سنين. المهم، بعد ما خلص الاطلاع على الورق ونزل له، راح جاي مديله $200. طب مقابل ايه؟ بدون مقابل اي حاجه. اداله $200، سد ديونه، نقله من الفندق اللي كان فيه اللي هو المتواضع اللي هو سفيروس، وداه لفندق تاني اسمه اوفيوس فخمه جدا في اتينا، وقال له: خد يا حبيبي ال $200 دول، اصرف وانبسط وابقى تعالى لي. ودي اول حاجه من شبكه العنكبوت اللي بتقفل دلوقتي حوالين رجب. رقم واحد: خد الفلوس، صرفها، الفلوس خلصت، رجع على فين؟ على السفاره. ادوا له مبلغ كام؟ $200 تاني، اصرف وانبسط. حتى هو في المره التانيه بعد ما صرف وانبسط رجع على السفاره قال لهم: طب انا الفلوس دي انا عايز اشتغل بيها، انا جاسوس وكل حاجه وخاين بس راجل محترم عندي ذمه، انا هعمل ايه بالظبط؟ بص له كده الظابط وكان اسمه ابراهام اللي هو يعني ابو داوود في الفيلم استاذ عبد العزيز مخيون، وكانوا بيقولوا له: يا ابو ابراهيم. المهم يا سيدي، قال له: احنا مش عايزين منك حاجه. وده اسلوب الصبر في الصيد، انك بترمي الصناره او الشبكه، بتقع لحد السمكه ما تطمن في منتهى الهدوء، تبلعه هوب، تشدها وعلى اقرب جريل وتشويها. المهم، خد فلوسه المره الثانيه وصرف وانبسط وزي الفل، وابو ابراهيم ما طلبش منه اي حاجه. بعدها بشويه ابو ابراهيم راح له لحد فين؟ لحد الفندق. ودي الكماشه الثانيه. طلع له: ايه يا رجب عامل ايه؟ تمام كويس زي الفل، الفلوس تمام، الدنيا حلوه، بتصرف تمام التمام. قال له: اه. المهم راح جاي مديله في الاول مبلغ كمان $400. قال له: بص بقى يا حبيبي، ودي الحاجه الثانيه، احنا شايف الوضع في المنطقه عامل ازاي، وشايف الوضع الانفجاري والمشحون بيننا وبين العرب وبيننا وبينكم، واحنا يا حبيبي عايزين السلام، واحنا شعب على قدنا، واحنا مسالمين، واحنا والله عايزين نعيش بس في امان، احنا بنخاف بس فبندافع عن نفسينا، واحنا قاعدين يا حبيبي في ارض الميعاد، اه والله مستنيين الميعاد، سيبونا يا ابني قاعدين، ما تشتغل معانا يا ابني نحل السلام في المنطقه. دي الحجه التانيه اللي هم بيشتغلوا بيها في اي حته وبيلعبوا فيها على اي حد، وبقت واهيه ومتاكله وحمضانه. المهم، تشتغل معانا يا رجب في صنع السلام؟ قال له: ماله يا حبيبي، يا سلام اشتغل. دي كانت الحجه اللي اي جاسوس بيعلق عليها شماعته لما السكات تسرقه ويبدا يخون بلده، ودي كده كده معروف. المهم يا سيدي، بعد ما خلصوا المقابله وتم التمام، في وسط الكلام بعد ما اداله فلوس قال له: بقول لك يا عم معطي، انت عندك صديقه حلوه كده ولا انت وحيد ولا ايه؟ قال له: والله كان عندي واحده يونانيه بس بسبب اللغه سابتني وخلعت. قال له: يا سيدي، طب انا هجيب لك واحده بتتكلم باللغه العربيه واسمها زهره كمان، وهسافر معاك، ايه رايك؟ قال له: لا، تسافر معايا وانا هسافر؟ هنسافر فين يا ابو ابراهيم؟ ده اللي ابي يا حبيبي. بوجود زهره البنت اللي هتتكلم عربي في حياه رجب، كده ابو ابراهيم عمل الكماشه رقم 3. ناخدهم كده بالترتيب عشان ايه ما نتوهش من بعض. اول حاجه: فلوس كتير وصرف بدون مقابل. انت دلوقتي بتاخد واحد واقع معهوش اي حاجه خالص وبتدي له فلوس، بتقول له اصرف وانبسط، مش عايز منك حاجه. ده رقم 1. رقم 2: بعد ما صرف وانبسط بتخش له بحجه واهيه وحمضانه اللي هي حجه ارض الميعاد، وحجه ان احنا حبيب مضطهدين والكلام الاهبل اللي احنا كلنا عارفينه. الحاجه الثالثه: الجنس، وده مهم جدا في حياة الجنس البشري عموما، ومن أخطر الحاجات اللي ممكن أي حد يخش لك بيها. ال3 كماشات دول اللي بيتعملوا على أي بني آدم بيبقى مغيب، انتهى، عاملين زي شبكة العنكبوت. وده بالظبط اللي عمله أبو إبراهيم قبل رجب ما يسافر تل أبيب. المهم يا سيدي، راح من السفارة هناك في أثينا، حضروا له جواز سفر جديد باسم ديفيد ماتشول، وعينوه برتبة رائد في الجيش الإسرائيلي. طلع من السفارة على تل أبيب، نزل من المطار، عربية مستنياه تحت الطيارة على طول، خدوا 3 من ضباط الموساد وطلعوا بيه على مبنى الموساد في تل أبيب، وقابل هناك صفوة رجال الموساد مع إبراهام أو أبو إبراهيم. وهناك اتعرفوا عليه وعرضوا عليه كل المهمات وكل الشغل، وقالوا له: أنت هنا هتاخد دورة مكثفة هتتعلم فيها يا عم رجب كل حاجة، الرسائل، الشفرة، اللاسلكي، الحبر السري، هتبقى جاهز عشان اول ما ترجع تبتدي شغل على طول. المهم يا سيدي، بعد ما خد الدوره المكثفه هناك في الموساد، المفروض دلوقتي ان هو ايه يبدا مهامه ويرجع مصر على فين؟ على اسكندريه. ولكن دي كانت عايزه شويه خطوات. اول خطوه فيهم انه كان لازم الاول يرجع اتينا تاني. ليه؟ هيقعد فيها فتره كام شهر كرجل اعمال، كراجل معاه فلوس، عنده مكتب يبتدي بيه، والمكتب ده هينقل اعماله من اثينا لفين؟ لاسكندريه، عشان الناس تشوف ان هو بقى رجل اعمال وما تستغربش كميه الفلوس اللي هو بقى فيها. وقالوا له: اثناء فتره تواجدك باثينا يا حبيبي هتعمل ايه؟ هتبقى عمده المصريين هناك، تقابل اللي جايين، لو حد من اللي جوه قاعدين في اثينا شباب عايز شغل تشغله، حد له امانه عايز يوصلها مصر
توصله، حد محتاج فلوس تديله، تقابلهم في الفندق، تودعهم وهم ماشيين، وخصوصا اللي رايحين اسكندريه، لان هم دول اللي هيقولوا هناك اللي انت وصلت له. خلاص اللي راجع اسكندريه ده مش رجب الفاشل اللي هرب من ديونه، ده رجب عبد المعطي رجل الاعمال اللي ما اثبتش فشله واثبت نجاحه وحقق حلمه انه خلاص فتح مكتب ورجع على اسكندريه رجل اعمال كبير. المهم بعد ما ظبطوا الدنيا دي كلها والفرشه وخلصت في اثينا، رجوع رجب لاسكندريه كان مجرد مساله وقت. وفي شهر 9 سنه 1970 رجع رجب على اسكندريه ورجع بيت ابوه، والناس كلها كانت مستنياه ومستنيه الشكل الجديد اللي هو راجع بيه بعد الفرشه اللي عملها من اثينا. وصلت لهم لحد مصر وعملوا الزغاريت وعملوا الاحتفالات وعملوا القعده، والحمد لله على السلامه يا رجب، والله ربنا جبرك يا عم ايه عبد المعطي. وهنا بدات اول مهمه لرجب. رجب اول ما رجع زي ما تقولوا كده ايه، كان وشه حلو قوي عليه. زي ما بدا الشغل بتاعه وقامت النكسه سنه 67 حصل وفاه الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودي كانت اول مهمه يقوم رجب بكتابتها برساله مشفره ويبعتها على العنوان بتاعهم في اثينا للموساد في تل ابيب، وكتب كل تفصيله حصلت في مصر وردود افعال الشعب المصري بالظبط بعد جنازه وبعد وفاه الزعيم جمال عبد الناصر. بعد ما خلص اول مهمه رجع بقى ايه لشغله الاصلي. رجب اساس شغله وقاعدته كانت في المينا، ان هو زي ما قلته راجع راجل رجل اعمال فاتح مكتب تعاملات تجاريه فين؟ في مينا اسكندريه. ومينا اسكندريه دي بقى عالم تاني خالص. اولا رجب مسك اسكندريه في حتتين، او شغله في الجاسوسيه في حتتين. اول حاجه ان هو رجل اعمال فموجود في المينا بتاع اسكندريه، ودي عالم تاني، تجاره رايحه تجاره جايه، تجاره جايه، ناس جايه من هنا ناس داخله من هنا، تعاملات مع بلدان كتير، يعني قاعده معلومات اقتصاديه هيفيد بيها الموساد بشكل كبير جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين المجتمع السكندري نفسه. دايما المجتمع في اسكندريه يا ولاد لو تلاحظوا هو الموازي للمجتمع القاهري في حجمه والناس اللي موجوده فيه، فئات كتير من المجتمع، رجال الدوله، رجال المهمين، المتعلمين، عامه الشعب، كل حاجه. فكانت طبقه مجتمعيه لمعلومات يوميه يقدر ينقل بيها حال الشعب المصري في مجتمع كبير زي اسكندريه، بجانب الجانب الاقتصادي والتجاري. وطبعا الاهم من ده كله الجانب ايه؟ الله ينور عليك اللي احنا عايزينه، او ابراهيم ما بيديش فلوس كده على الفاضي، الجانب العسكري، الرصيف الحربي والمينا البحريه وقاعده القوات البحريه اللي كانت موجوده، واللي رجب اصلا مسك توريداتها بالظبط زي ما حصل في الفيلم مع نور الشريف، وكان شايفها قدامه كلها، المراكب والتسليح والقاعده وكل حاجه بالظبط كان ماشيه زي الفل. وهنا رجب بدا مهماته وبدا يشتغل فيها واحده واحده. رجب عبد المعطي ظل مستمر في عمل وفي مهمته لحد قيام حرب اكتوبر سنه 1973. وطبعا بعد ما انتصرنا الحمد لله في الحرب، العمليه في اسرائيل كانت هايجه جدا جدا جدا. وحتى بعد الحرب بفتره يمكن استمرت كمان اكتر من سنه ونص، كانوا لسه مستمرين في جمع المعلومات، وجهاز الموساد كان شغال زي الفل عايز يلحق ويلم اي حاجه. في الفتره دي او فتره ما بعد النكسه لحد قيام الحرب وما بعدها، جهاز المخابرات العامه عندنا كان صاحي قوي وكان على اهبه الاستعداد. بمعنى ايه؟ اي حد نشاط عمله او بيعمل اي حاجه تسمح انه يخش تحت دايره الشك ولو اقل من 1% كانوا بيحطوا عينهم عليه. ولو المخابرات حطت عينها عليك هم احتمالين يا ابني مالهمش تالت، يا اما تطلع براءه زي الفل، يا اما تروح حد المشنقه. وهنا بعد الحرب ما قامت والدنيا خربت، المخابرات الاسرائيليه كثفت اول اتصالات مع مين؟ مع رجب. وهنا ضابط المخابرات المسؤول عن البريد لاحظ حاجه، لاحظ ان في مراسلات كتير قوي طالعه من رجب من مكتبه من اسكندريه، راح على المكانين اتنين بس، يا اتينا يا روما، واللي راجع نفس الكلام من اتينا وروما، مراسلات كتير جدا على غير العادي. المهم حطوا عينهم عليه، وبعد ما حطوا عينهم عليه وتتبعوا المراسلات قدروا ان هم يفكوا شفرتها، وقدروا ان هم يتتبعوها ويوصلوا لمصدرها اللي هو مين؟ اللي هو رجب عبد المعطي. واتعرف ان الافندي جاسوس من ساعه ما رجع واشتغل في مينا من اسكندريه لحد الوقت ده. المهم يا سيدي عشان المخابرات تلم كل الدلائل وتحكم قبضتها عليه وتطب عليه مره واحده وتشده، سابوه شويه ورخوا له الحبل. ولاحظوا حاجه، لاحظوا ان في رساله جات له مشفره ودي وقعت في ايدينا وفكينا شفرتها. كانت عباره عن ايه؟ ابو ابراهيم كان عايز من رجب ان هو يروح المينا والقاعده البحريه ويراقب حركه السفن السوفيتيه الجديده اللي جايه فين؟ اللي جايه مصر، وطلب هذه المعلومات على وجه السرعه. احنا عايزين ننجز، احنا في حاله حرب ومدعوكين. المهم رجب زيارته للمينا كترت قوي على خير العاده، واثارت برضو ايه؟ الشكوك، واحنا كده حاطين عينينا عليه ايه وحاطينه كده كده في دماغنا. المهم يا سيدي بعد ما ظبط معلوماته وتم التمام وتم فك شفره الرساله اللي كانت مبعوثه له، اتبعتت له رساله تانيه ان ابو ابراهيم عايزه يقابله بالمعلومات اللي جمعها عن السفن الروسيه ويروح له في اثينا في مارس سنه 1975. كده احنا معانا الرسائل القديمه، المراسلات، الشفره، معانا الرساله الجديده رساله ابو ابراهيم، العمليه مكتمله. في
13 يناير 1975 وقبل رجب ما يروح هناك لإبراهام، المخابرات المصرية طلعت عليه في مكتبه، شالوه رجب حبيبي، إحنا المخابرات العامة المصرية، وخدوه وبدأ معاه تحقيق رهيب من كل النواحي، وطبعًا هو ما كدبش خبر واعترف وقرّب كل حاجة، وتم القبض على الجاسوس رجب عبد المعطي أو جابر عبد الغفار علي، وتم وضعه ساعتها في زنزانة الحبس الانفرادي. وهنا بقى تيجي للحتة طبعًا الناس كلها مستنياها، آخرة الفيلم الجملة الشهيرة بتاع الأستاذ إيه، عزت العلايلي، وهل دي حصلت والّا لأ؟ بُص يا سيدي، بعد رجب ما حطوه في الحبس الانفرادي ويوم تنفيذ حكم الإعدام فيه، مأمور السجن كان رايح بيفتح الزنزانة عشان ياخدوا إيه ويعدموه، المهم يا سيدي دخل لآخر آن وسايح في دمه، ليه؟ رجب كان عنده نضارة طبية حلوة يعني زي اللي أنا لابسها دي واخد بالك، راح جاي كاسر وفاكك عدسة من العدسات وكسرها وقطع بيها شرايينه ومات، وهنا مأمور السجن وطى على جثته وبص له وهو غرقان في دمه وقال الجملة الشهيرة اللي فعلًا الأستاذ عزت العلايلي قالها في الفيلم: عاش خاين ومات كافر. نيجي بقى يا ولاد لايه للزيتونه بتاعت الحلقه. اي بني ادم يقع في شرك زي ده، زي شراك الجاسوسيه، او اي حد يعمل حاجه غلط، لازم يكون في شويه عوامل اللي قدامك او بيصطادك بيلعب عليها. يعني مثلا بالنسبه لحته اللي بنتكلم فيها النهارده، الجاسوسيه، المصادر الاسرائيلي بالذات بيعرف يلعب الحته دي في النفس البشريه كويس قوي. انت دلوقتي بتاخد واحد معدم، معهوش فلوس، مطرود من بلده، هربان، انسان حاسس بالفشل، حاسس بالوحده، فانت بتاخده وبتكمل له كل العوامل دي. فالعوامل دي لما بتبقى ناقصه عندك، بجانب طبعا عامل الاول اللي هو نقص وضعف الايمان، ده كده كده على جنب، تلات عوامل دول كافيين انهم يغيروا مسار اي واحد ويخلوه يعمل اي حاجه. انت راجل زي ما قلت لك نفس حاله رقم، معكش فلوس، فجاه بقى معاك فلوس، خارج من بلدك ما حققتش اي حاجه، انسان عديم الامل عديم الطموح منتهي، فجاه بتلاقي واحد بيحييك الامل ده، هيرجعك غني، معاك فلوس، ناجح. وفي نفس الوقت في حته كمان، الجانب الشعوري عند البني ادم اللي هو عمل فيه وبعته ظهره، اللي هو الجانب الايه، الجانب الجنسي، والموساد بيلعب على الحته دي حلو قوي. ليه؟ لان هم عارفين ان حتى احنا عندنا في الدين هم عارفين كل حاجه، عارفين حاجات كتير قوي قوي قوي، ان الانسان عندنا او الانسان البشري، الجنس البشري عموما، ربنا يرضى عليه ويدخل الجنه بحاجتين: اذا حفظ ما بين فكيه وما بين قدميه. هم بيلعبوا على الاثنين دول، ما بين قدميه، بيفلت الدنيا معاك خلاص، دي ما فيش فيها اي ظابط ولا رابط، وبتنهار وبتقع. فده طبيعي انه يحل عقده ما بين فكيك لسانك، وسيادتك تقول وتبقى جاسوس جميل وزي الفل وكل حاجه. فاي عامل من عوامل السقوط دايما بيبقى له عوامل اساسيه، الصياد اللي قدامك اللي بيصطادك بيها بيبقى عارفها كويس، فبيجي على العوامل دي اللي هي اللي ناقصه عندك ومش موجوده، بيكملها لك اولا بدون مقابل، وبيلعب عليها واحد واحد. فانت غصب عنك بيجي في وقت من الاوقات بتكتشف ان على فكره ان انت خاين وجاسوس وكل اللي انت بتعمله ده غلط، ولكن في نفس الوقت المسكن او المخدر او البنج من تحقيق احلامك ووصول ذاتك ونفسك البشريه لكل الطموحات اللي انت كنت عايزها، بتخليك تكمل على امل ضعيف بتحطه لنفسك يا ابني في دماغك ان انت مش هتتكشف وهتعدي على خير. اتمنى النهارده تكون الحلقه عجبتكم، ويعني انا قلت اعملها في ذكرى احتفالات نصر اكتوبر العظيم، ورب تكون حلقه خفيفه كده وحلوه، وطلعتوا منها بمعلومات وعرفتوا ايه اصل فيلم بيئة الخيانه، وكانت حلقه حلوه كده ولذيذه وخفيفه. عشان كده يا اولاد، بما اننا الحمد لله كسبانين وبنحتفل بالنصر، احتفلوا بالحلقه واعملوا لها لايك وشير لو عجبتكم، ولو ما عجبتكوش ادوها برضه لايك وشير، تطلع بجد الحلقه قبل اتفرج عليها تنزل مش حاجه، لان دي اخر حلقه. كان معاكم دكتور فويس محمد عادل، وقصه الجاسوس رجب عبد المعطي وفيلم بيئة الخيانه. السلام عليكم.